أيها الناس المكنة طلعت قماش. ألف مبروك للنادي الأهلي. القاهرة حمراء والقاهرة كلها النهارده هتتزين باللون الأحمر. طبعًا النهارده عماد النحاس كان عايز ومصمم إن هو يخسر الماتش، ولكن إصابة طاهر محمد طاهر، طبعًا إحنا ما بنشمتش بإصابة حد، ولكن إصابته كانت سبب كبير جدًا في تغيير الماتش 360 درجة. ليه؟ لأن إصابة طاهر خلّت حسين الشحات ينزل يقلب الماتش حرفيًا. كنت قبل الماتش قُلت لازم الشحات يلعب يمين، لازم عبد القادر شمال، لازم تلعب بأشرف بن شرقي مهاجم. يمكن محمد شريف النهارده الحسنة الوحيدة اللي عملها هي قطمة ضهر حسام عبد المجيد اللي إحنا كلّها شُفناها في الهدف الأول بتاع حسين الشحات. ولكن لو كان بن شرقي لعب مهاجم النهارده وعلى شماله أحمد عبد القادر وعلى يمينه حسين الشحات، أنا أعتقد كان الوضع هيختلف تمامًا. ولكن الحمد لله قدّر الله ما شاء فعل. وفوز مهم جدًا للنادي الأهلي، لإن أنت بتفوز على الغريم، بتفوز في ديربي، بتفوز في مباراة كبيرة، بترجع تاني. يعني خلاص ناقص لك حاجة بسيطة على تصدُّر الدوري. الأهلي يعود من جديد، الأهلي يعود من جديد بفوز مهم جدًا. ولكن في نقطة لازم مدرب أجنبي. لسه كنت باقول لك من شوية إن لولا إصابة طاهر كنا هنروح في حتة مش حلوة. يعني أنت ما عندكش مهاجم بيلعب بدماغه، وطول الشوط التاني لحد ما طاهر خرج أنت بتلعب عرضيات. طب بتلعب عرضيات لمين؟ بالعبها لحسام عبد المجيد. طب هو حسام عبد المجيد بس اللي بيلعب بدماغه؟ ده ولا شريف بيلعب بدماغه ولا أي حد بيلعب بدماغه. أنت بتلعب العرضية لحسام عبد المجيد وتترد تاني والزمالك ياخد الكورة. يعني لو كان طاهر كمّل بنفس الأداء ده كنا هنروح في حتة مش حلوة خالص. يعني عماد النحاس أنا باحبه وباحترمه وراجل محترم ومؤدّب وكل حاجة، ولكن النادي الأهلي كبير عليه فنيًا وكل حاجة. النادي الأهلي كبير عليه ولازم الأهلي يخلّص في مدير فني في أقرب فرصة وأقرب وقت. طبعًا غير بقى الحكم النهارده الأسباني الغريب جدًا، ما أعرفش ده أسباني من حواري 100 عقبة والّا إيه قصته. ضربة جزاء يعني مشكوك في أمرها، لو مشينا معاه إن هي خلاص ضربة جزاء، ضربة الجزاء تتلعب فالحارس يصُدّها فيقول لك لأ تتلغي. فنتكلم مثلًا إن هو الشناوي لأ، الشناوي رجله على الخط، أصل لعيب الأهلي داخل منطقة الجزاء. طب أنت لمّا عِدتها وحسام عبد المجيد شاط، ما هو قدّامك أهو أنا عارض لك. برضه الراجل يعني أهو لعيب من الزمالك أهو اللي أنا معلّم لك عليه ده، برضه نفس القصة. الراجل أهو دخل جوّه منطقة الجزاء، ما عِدتهاش ليه؟ حاجة غريبة جدًا غير الأخطاء الغريبة اللي كان بيحسبها، غير إن هو تغاضى عن طرد ناصر منسي زي ما أنت شايف بعد التدخُّل الغريب جدًا على ياسين مرعي. طبعًا طرد ما فيهاش كلام، يعني من غير ما تتكلّم من غير أي حاجة طرد رسمي. تيجي تتكلّم بقى على الكورة بتاعة كوكا وألفينا دي اللي هو حسبها فاول وكان فاول خطير كان ممكن ييجي منّه هدف. مش ممكن. الراجل أصلًا كوكا أهو زي ما أنت شايف كده مثبّت رجله في الأرض، ما جاش جنبه خالص، مثبّت رجله في الأرض وما جاش جنبه خالص. ورغم كده حسبها فاول لألفينا. فقرارات غريبة وحكم غريب مريب ما أعرفش جايبينه منين. ولكن الحمد لله ربنا كرم النادي الأهلي النهارده رغم الفنيات القليلة لمدرب النادي الأهلي. تعالَ نقيّم مع بعض كده اللعيبة سريعًا. محمد الشناوي أنا بالنسبة لي النهارده 8/10. ليه؟ الراجل صَد ضربة جزاء بغض النظر إن هي اتعادت. الراجل كمان شال كورة من الدباغ في أول الماتش، هدف رسمي فهمي نظمي. كابتن واقف قاعد بيحمّس اللعيبة بيزقّهم. محمد الشناوي النهارده برافو. ياسر إبراهيم روح وحماس، ولكن يعني اهدى شوية بتعمل أخطاء كارثية، محتاج تهدى شوية. ياسين مرعي مدافع يا جماعة تقيل جدًا. ولكن الخبرة. محتاج شوية خبرات، ولكنه مدافع تقيل جدًا. 6/10 النهارده وكان ياخد أكتر من كده لولا الكورة الكارثية اللي هي اتسببت في ضربة جزاء لنادي الزمالك الخطأ اللي خطئه. محمد هاني النهارده على غير العادة شابوه، عمل ماتش حلو جدًا خاصةً في الشوط التاني. عمل ماتش هجومي مميز جدًا بصراحة. النهارده محمد هاني. الناحية التانية محمد هاني ياخد 8/10. الناحية التانية كوكا. يعني طلّع بقى بزيرة من الشنكار يا كوكا. هو ده كوكا اللي بنشتمه، رغم إن هو مش مركزه أصلًا باك شمال. ولكن النهارده هو حَط بزيرة في الشنكار. حرفيًا حَط بزيرة بتاعهم عُقلة الإصبع ده في الشنكار، ما شمّموش أي حاجة خالص. كوكا النهارده برافو بسبب بزيرة بس. إنما هو عرضيات 0 وهجوم 0، ولكن بسبب بزيرة الراجل حَطّه في الشنكار النهارده 9/10. نيجي نُص الملعب مروان من أقل مباريات مروان من وجهة نظري ما كانش في الفورمة النهارده 6/10. بن رمضان بالنسبة لي وِحِش جدًا. ما أعرفش مستوى بن رمضان ليه رايح كده. مستوى بن رمضان وِحِش جدًا. 5/10. تيجي بقى النهارده للعريس أشرف بن شرقي.
هتقول لي ليه يا عم العريس أشرف بن شرقي؟ هاقول لك العريس أشرف بن شرقي لإن الكرة اللي شالها من جوّه ال6 يارد في الشوط التاني هي اللي قلبت الماتش، الكرة دي لو كانت جات جون كان الماتش خلص 2-0 خلاص، إنما أشرف بن شرقي النهارده هو السبب نقطة التحول في المباراة بسبب تواجده في ال6 يارد والكورة اللي قدر يشيلها دي. تريزيجيه النهارده 6/10 و6/10 ليه ما اديتلوش 8 و9 عشان تريزيجيه برضه عنده حتة الأنانية، عايز ياخد الكورة يجري بيها، عايز ياخد الكورة يكمّل بيها، عايز ياخد الكورة يعمل بيها، ما أعرفش ليه ما بيلعبش مع زمايله. يا تريزيجيه أنت في لعبة جماعية مش لعبة فردية. حسين الشحات عريس المباراة 10/10 لمّا أنت شحات إحنا إيه يا راجل، ده أنت مليونير، ده أنت ملياردير، ده أنت حبيب قلبي يا نينجا أقسم بالله. محمد شريف النهارده عارف يا شريف أنا مش مقتنع بيك تمامًا، أنا مش هاكذب عليك. أنا كبلال مش مقتنع بيك تمامًا ولا بجنيه، ولكن أنا هادّيك 10/10 عشان قطمة الوسط بتاعة حسام عبد المجيد، مش عشان حاجة تاني. عشان قطمة الوسط بتاعة حسام عبد المجيد هادّيك 10/10. شابوه شريف على قطمة الوسط، ويعني مش شابوه على بقية الماتش لإن أنت كنت سيء جدًا، لا بتتمركز، لا بتنُط، عايز تنزل كتير، ما بتلعبش بدماغك، ما بتروحش، ما بتعملش أي حاجة، مهاجم سيء جدًا للنادي الأهلي محمد شريف. طاهر محمد طاهر طبعًا زي ما اتكلمت معاكم إن هو الحمد لله إن هو اتصاب وخرج، طبعًا مش ماتش في إصابة، ولكن لو كان كمّل طاهر كنا هنروح للمجهول واللا هوية. طاهر 0/10 بالنسبة لي، أسوأ لاعبين النادي الأهلي. الراجل بيباصي غلط، بيلعب عرضيات غلط، حتى لو عمل العرضية صح أنت خلاص ما فيش فكر، أنت ما فيش عرضيات بتوصل، بتلعبها تاني ليه؟ بتلعبها تاني ليه؟ حاجة غريبة جدًا، جدًا، جدًا. ألف مبروك للأهلي وألف مبروك للديربي، وعايز أقول لدونجا إن اللي بيطلّع لسانه هي هدير عبد الرازق يا دونجا، فعيب اللي أنت بتعمله ده، ما تعملش زي هدير واكبر واعقل كده، ما تروحش قدّام جمهور الأهلي وتقعد تعمل حركات الأطفال والعيال دي. وألف مبروك يا أهلاوية وعلى الدوري إن شاء الله كُلّه هيرقص. وأيها الناس المكنة طلّعت قماش، سلام.